تخيل نفسك في المدينة يوم الخندق، تحفر في التراب لأن جيشا من أحزاب شتى يزحفون نحوك لإبادتك، وكل ما تملكه هو أن تحفر خندقا حتى يعيق تقدمه. نفسيتك حينها وأنت ترى رفاقك يحفرون معك، متعبون، جياع، خائفون، أيام قليلة تفصلك عن مواجهة وجودية، لا سلاح نوعي ولا عتاد ولا عدد، فقط خندق وتجربة جديدة. هل هناك لحظة يأس وانهيار للمعنويات توازي هذه اللحظة؟ ثم تسمع صوتا من بعيد: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. تقترب منه فإذا به قائدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الآن. حدثني عن معنوياتك حينها. يبشرهم عليه الصلاة والسلام وهم في أضيق لحظة، وهم على حافة الفناء، بأن هناك فتوحا كبرى تنتظرهم متجاوزة لهذه اللحظة. جميعنا يعرف قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق يوم الهجرة. ما أستحضره الآن هو شعور أبي بكر الصديق رضي الله عنه أثناء المطاردة. لو تخيلنا المشهد بواقع اليوم، أنت برفقة شخص تحبه أكثر من نفسك، تخاف عليه أكثر من ولدك. تعلن السلطات العليا حالة استنفار أمني قصوى للبحث عنكما، تسخر كافة إمكانات وأدوات الرصد والاستطلاع الحديثة لتتبعك. يتعمم الأمر على الإنتربول الدولي، وترصد مكافأة مالية ضخمة لمن يعطيك تفاصيل عنكما. من يأتي بمحمد حيا أو ميتا فله 100 ناقة. تختبئان في فجوة منخفضة، خطوات الجنود تمر من فوقكما مباشرة. لو انحنى أحدهم قليلا لانتهى كل شيء. أي رعب ستعيشه؟ تلتفت لرفيقك ونبضات قلبك تكاد تخلع صدرك. يهمس في أذنك: لا تحزن، إن الله معنا. يخلد الله تلك الهمسة التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في أذن أبي بكر في كتابه إلى قيام الساعة، لتقول لنا بأن المؤمن مهما اشتدت اللحظة مأمور بأن يحيي القلوب، بأن يبث الطمأنينة. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. المشهد نفسه يتكرر مع موسى عليه السلام بعد المواجهة الشهيرة التي انكشف فيها زيف الطاغية على مرأى ماس، وسجد السحرة معلنين إيمانهم. اشتعل غضب فرعون، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. ثم دوى أمره في البلاد، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، كما يصف المشهد. وبدأت المطاردة. يمضي موسى ومن معه ليلا، يحملون خوفهم فوق أكتافهم. صرخات الأطفال تختلط بأنفاس الرجال، يشقون طريقهم نحو المجهول. يصلون إلى نقطة النهاية، بحر ممتد لا يرى له طرف، وجيش كالسيل من خلفهم، لا قوارب، لا جسور، لا خطة بديلة. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. يلتفت إليهم موسى، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. قالها والبحر بحر، والجيش جيش، والخطر كما هو. ليس من سمات ديننا أن تغلق الأبواب في وجوه الناس، أن يعلن الهلاك، وأن يزرع اليأس باسم المنطق والواقعية. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن هذا توجيها نظريا، بل خلقا عاشه في أشد اللحظات قسوة. قال أيضا عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يا رجل، الخير باق في الأمة إلى قيام الساعة. الحق لا ينقطع، قد يخفت صوته أحيانا صحيح، ولكن العاقبة دوما له ولأهله. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد.